ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن انواع كلاب الريتريفرز. والريتريفرز هي انواع كلاب صيد مائيه ماهره في السباحه، ولكنها مش بالضروره تبقى شرسه وتقتل الفريسه، ولكن وظيفتها الاساسيه هي استرجاع الفريسه اللي صاحبها اصطادها، واللي غالبا بتكون تير، وتتميز بان ايديها بيكون فيها الجلد زياده بين الصوابع زي البط، واللي بيساعدها على العوم. يلا بينا نبتدي. رقم 6، الكيرلي كوتد ريتريفر. كلب صيد انجليزي بيتميز بشعرته الكيرلي او المجعدة واللي بتكون خشنة. لونه بيكون بني. كلب جسمه قوي وبيتعلم بسرعة، طبعه مستقل وشجاع. رقم 5، الفلات كودد ريتريفر. كلب صيد انجليزي بيتميز بفروته الناعمة وشعراته الطويلة. بيكون لونه اسود فقط. شخصيته مرحة وهادية واجتماعي وبيحب اللعب. رقم 4، النوفا سكوتيا ريتريفر. كلب صيد اسكتلندي وهو أصغر أنواع كلاب الريتريفر. بيتميز بلونه الأحمر وصدره الأبيض. كلب ذكي وسريع التعلم وصبور. رقم 3، التشيز بيك ريتريفر. كلب صيد أمريكي وهو أضخم أنواع الريتريفر وأشرسها. بيتميز بلونه البني وشعره المجعد. كلب قوي جدا جسديا وينفع استخدامه ككلب حراسة كمان بسبب شراسته. رقم 2، اللابرادور ريتريفر. كلب صيد هو أكتر أنواع الريتريفر وجود في العالم. متعدد الألوان منه، البيج والأسود والبني. كلب ذكي جدا، طاقته عالية ومتعدد الأغراض. بيتم استخدامه لقيادة العميان والكشف عن المخدرات كمان. رقم 1، الجولدن ريتريفر. كلب صيد اسكتلندي هو أشهر أنواع الريتريفر في العالم وأجملها. بيتميز بفروته الناعمة الكثيفة اللي بتكون لونها ذهبي. كلب طيب وحنين وبيحب جميع الناس والحيوانات، ومن أفضل أنواع كلاب العيلة في العالم. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.